تخيلوا معايا كيكه بنكهه الحامض كتحسوا بالانتعاش في كل قضمه منها. وصفه ديال اليوم ما كيتشبعش منها، والاهم انها سهله ومكونات متوفره في كل دار، والنتيجه طبعا كتكون احترافيه، كتعطيك كيك احسن بكثير من الجاهز. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نتعرفوا على اهم اسرار النجاح ديالها. وبسم الله، اول حاجه كناخذ واحد البول كنوضعوا فيها البيض، ثم كنضيفوا السكر السميد، وكنبداو في التحراك كما كتلاحظوا بشكل دائري في اتجاه واحد اللي هو ديال عقارب الساعه. ملي كيبيض اللون ديال هذاك الخليط اللي عندنا كنضيفوا الزيت والخليط ديال الحليب وعصير الليمون او الحامض اللي كنكونوا خليناه من قبل ولا لينا شبه رايب. من بعد كنستمروا في التخلاط واحد دقيقه اخرى ولا جوج، ثم كندوزو الاضافه ديال بودره الفانيليا. هنا درت 2 معالق صغار و2 معالق ديال لوزيست ديال هذاك الحامض، وكنستمروا كذلك في التخلاط حتى كيبانوا لينا بنسجموا مع بقيه المكونات. مورا كندوزو مباشره لاننا كنضيفوا النواشف. هنا بديت بالدقيق اللي خصو ضروري يكون خاص بالحلويات. هنا لانني استعملت بيض كبير الحجم احتاجيت انني ندير 3 كيسان ونص ديال العنبه. ثم ملي غادي نضيفوا الدقيق غادي نضيفوا كذلك الخميره الكيماويه 3 الاكياس، وبحركات دائريه كنبداوها من الوسط. كنحاولوا اننا ندخلوا هذاك الدقيق مع بقيه المكونات حتى كيبان لنا بانه ما بقاوش كاع الحبيبات في الخليط ديالنا، كنعرفوا بانه جاهز لاننا نوضعوه في القالب. وبالنسبه لهذه المرحله هذه راه ايا كان شنو استعملتي، خلاط كهربائي، مولينكس، الميكسور، ملي كنضيفوا النواشف ما كنبالغوش في الخلط والا كيهبط لينا الخليط ديالنا وكتهبط لينا الكيكه وكتجينا شويه مطقسه. وملي غادي نكملوا غادي نخليوها طيب على نار مهيله شاعله غير من التحت 180 درجه بالنسبه اللي عندهم فرن كهربائي، وغادي ندوزو نصايبوا الكلاصاج ديالنا. اول حاجه خديت 4 ديال المعالق ديال عصير الحامض، طفيتهم مزيان وبديت كنضيف كما كتشوفوا معلقه بمعلقه سكر كلاصي حتى كنحصلوا على هذا القوام اللي كتشوفوه في الفيديو. قوام كثيف غيمكننا من انه يبقى كيزين لينا السطح ديال الكيكه وما يهبطش كامل اثناء التزيين ديالها كما كتلاحظوا في الفيديو. وطبعا ملي غنبغيو نزينوها بالكلاصاج راه ضروري من انه تكون الكيكه بردت تماما باش ما يسيحش منها هذاك الكلاصاج ملي كنكونوا كنزينوه بها. ملي كنساليو كما كتلاحظوا كنديروا هاد الازهار اللي ديجا كنت صايبتهم معكم في القناه، غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. كنزينوا كذلك بشويه ديال الروزماري وكتكون هذه النتيجه. الكيكه كتجي رائعه جدا، راها ما كتصبحش ملي كنصايبوها في الدار. كنتمنى انكم تجربوها وديروا لي جيم وتضغطوا على زر الاشتراك اذا كانت هذه اول زياره للقناه، ودمتم بود.